قضية اليوم قضية هزت الرأي العام التونسي، قضية بشعة بأتم معنى الكلمة. هارون الطفل ذي ال4 سنوات وجد مقتول في طابية هندي وعليه آثار عنف، حيث وجد مضروب في رأسه بحجرة كبيرة، وأداة الجريمة موجودة في مسرح الجريمة وعليها آثار دم وشعر من رأس المقتول، وكان شبه عاري مما يرجح تعرض الطفل للاعتداء الجنسي. تعود تفاصيل القضية ليوم 11 مارس 2025 في حي الزهور القصرين، وقت تقدم بو هارون ببلاغ ضياع ولده هارون صباح ذلك اليوم. وحسب أقوال الأب فإنه تحركت الوحدات الأمنية الكل، خاصة وإنه استعان بوالي القصرين نظرا لأنه ولد هارون كان عامل بمقر ولاية القصرين، مما سهل عليه الوصول للوالي اللي جند كل الوحدات الأمنية للعثور على هارون. في الأثناء كان كل الأهالي حي الزهور يلوجوا على هارون، ونظرا لوعورة المكان وكثرة الأودية والكهوف الموجودة في المنطقة فإنه البحث كان صعب. الوحدات الأمنية استعانت ببعض كاميرات المراقبة اللي ظهر فيها هارون يمشي خلف شخص آخر يلبس كابيش أحمر وسلوال رياضي أسود، وكان هارون يمشي ويغزر وراه. وحسب أقوال ولد هارون فإنه ابنه كان ما يمشيش مع واحد ما يعرفوش، وكان حتى الأقارب ما يقربه مش وحده، ويتساءل كيفاش ولده يتبع في الشخص هذا مع إنه ما يعرفوش. في المشهد اللي سجلته كاميرا المراقبة كان الشخص اللي مع هارون مش معروف، وكان مغطي راسه ووجهه مش ظاهر في الكاميرا، وكان يمشي ويتلفت لهارون ومتوجهين الوادي قريب من المنطقة تحيط به توابي هندي. الفرق الأمنية بالاستعانة بأهالي المنطقة توجهوا للوادي اللي ذكرناه، في حدود الساعة 8 مساء و15 دقيقة تم العثور على الطفل هارون. وحسب أقوال بعض الشهود فإنه هارون كان مصاب بضربات قاتلة في الرأس، إضافة إلى أنه كان شبه عاري مما يرجح فرضية تعرض القتيل للاغتصاب. في نفس الوقت الوحدات الأمنية قامت بتوزيع صورة الشخص اللي كان يمشي مع هارون اللي خذتها من كاميرات المراقبة، وبالصدفة أحد أقارب الضحية تعرف على الشخص الموجود في الصورة من خلال ملابسه، حيث ظهر المشتبه به حاضر مع الناس اللي لوجوا على هارون، وقام بكل سرية بإبلاغ أحد أعضاء الوحدات الأمنية اللي قاموا على الفور بالقبض عليه. بعد مدة قصيرة قامت الوحدات الأمنية بمداهمة بيت عمة هارون وإلقاء القبض على ولد عمته المدعو حمزة الذيبي. وحسب التحريات فإنه حمزة كان هو قاتل هارون بمساعدة الشخص اللي ظهر في كاميرات المراقبة واللي بدوره بلغ على حمزة. حمزة الذيبي ولد عمة هارون، عمره 21 سنة، متحصل على بطاقة إعاقة ذهنية اللي ارتكز عليها محامي القاتل في محاولة إفلات القاتل من التتبعات الجزائية. لكن السلطات التونسية تحرت في أمر إعاقة المتهم وبالاعتماد على الفحوصات التي أثبتتها التقارير الطبية، إضافة إلى شهادة أقارب القاتل وشهادة موظف في إحدى الإدارات المختصة في توزيع البطاقات لذوي الاحتياجات الخاصة. تبين أن القاتل لا بأس عليه وسليم المدارك العقلية، وقد تحصل على بطاقة الإعاقة بطريقة غير مشروعة من خلال رشوة ذلك الموظف. وما زالت القضية مفتوحة في انتظار استكمال الأبحاث وإصدار الحكم. وأخيرا الله يرحم هارون ويصبر عائلته، وربي ياخذ له حقه في الدنيا قبل الآخرة.